يا صباح الانوار على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في تم صحه وفي راحه بال. النهارده ان شاء الله كده يوم جديد وروتين جديد باذن الله يعجبكم. اول مره بقى تشوفي القناه، اتمنى ان انت طبعا تنوريني بالاشتراك. وعايزاكي تفعلي زر الجرس، تختاري منه علامه الكل علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله في القناه. طبعا اخواتي واصحابي وكل ما ليا عاملين ايه؟ طمنوني تحت في التعليقات عليكم وعلى اخباركم واحوالكم. يا رب كده كلكم تكونوا بخير. بص بقى النهارده الفيديو ان شاء الله كده، ده فيديو من كنت مصوره يعني ايه، مقطع كده صباحي كنت عاملاه وانا بودي فريده المدرسه، فكنت بقى بحضر لها الجدول. وكان الاسبوع اللي فات انتوا عارفين بقى عشان مناسبه 6 اكتوبر، فكانوا طالبين بقى منهم في المدرسه علم مصر، فانا كنت بحط لها بقى العلم، كنت بحضر لها الجدول. طبعا انا عامله لها لكل فايل اللون بلون الماده، يعني اللون الجلاد اللي هم الميس مثلا طالباه. فانا عامله لها كده بحيث ان هو يبقى سهل عليها تطلع الحاجه على طول وتحطها وتحافظ عليها. فعملت لها بقى الجدول، حطيت لها بقى العلم بتاعها وبدات اعمل لها اللانش بوكس. عملت لها بقى سندوتشات جبنه رومي، وجبت لها علبه عصير، وكان عندي بقى فاكهه عنب وتين. طلعت لها بقى كده تينايه يعني وطلعت لها عنب، شويه عنب كده كنت طبعا غسلاهم اكيد، وفصصتهم كده حطيتهم لها. وكان عندي كمان بيتي فور، كنت جايباه برضو من الفرن. فقلت لا احط، يعني احط لها كده كام حاجه يعني كده ايه، تبقى حاجه حلوه مع الفاكهه وكده. بس كده ادي كده اللانش بوكس. وهنا بقى طبعا البوتل بتاعتها مليتها لها بقى ميه، طبعا كنت الحاجات دي انا غسلاها، يعني انا بغسلها اول ما بترجع، وبغسلها كده على طول، وبقوم بقى احطها عشان تاني يوم تصبح تبقى نظيفه يعني وحلوه. تمام. المهم بقى كده حطيت لها بقى ميه ساقعه من التلاجة، طبعا هي عبال ما بتوصل بتكون يعني سخنت يعني، فبس ايه ما برضو تبقى رطبه شويه. المهم بقى كده ايه، هي كمان عايزه اقول لكم مغلباني في حته انها تفطر الصبح، بيبقى الوقت كمان ضيق. فقلت بقى اطلع لها كده 2 بيتي فور واعمل لها كوبايه شاي بلبن، يعني تفطر بيهم كده قبل ما تمشي. ساعات والله بتنزل من غير فطور، يعني ساعات لو الوقت ضيق علينا تنزل من غير فطور، فهي بقى مثلا ايه، ممكن اديها سندوتش في ايديها ولا في العربيه كليه، او اجيب لها مثلا كيكيه او كده. فالمهم يعني ان انا قلت ايه، كان معايا وقت، فقلت بقى كده ايه افطرها. وانا كنت جايبه لها يعني، بص هو ده زي دوريتوس، مش هو مش دوريتوس بس حاجه كده شبه الدوريتوس. كنت جايبه لها، هي كانت قايله لي يا ماما انا عايزه اكله مع الجبنه التركي وكده، قلت لها خلاص ماشي، تفاريح يعني. المهم ان انا ايه، كانت هي طبعا انتوا عارفين الاسبوع اللي فات كنت قايله لكم انها تعبانه وكده، وكنت بديها بقى العلاج وكده، فحطيت لها بقى العلاج واخدتها بقى ايه ونزلتها طبعا ايه للعربيه. بصوا بقى، ده مقطع تاني بقى من روتين تاني، يعني انا كنت هعمله معاكم، روتين صباحي كنت غاسله فيه يعني ايه. بصوا ده انا كنت كده قبل ما انزل المدرسه بحوالي ربع ساعه، كنت طبعا انا لما قمت من النوم وكنت مشغله الغساله. طبعا انا بقوم بدري، تمام، بقوم الساعه 5. فانا بشغل الغسالة عبال بقى ما بلبس فريدة وانزلها واقعد كده وانا افطر كمان. كانت الغسالة بقى خلاص، فكان يعني ايه، قلت انشر كده قبل ما اروح بقى المدرسة. فكنت بصراحة يعني مش عارفة، يعني عارفين ان انا ايه، بصور كده ساعات حاجات اول مثلا تبقى معايا في الميموري يعني، او تبقى داتا، يعني بحيث ان انا يعني احط معاها مقاطع تانية لو انا صورت في نفس اليوم. فانا للامانة ده كان في يوم تاني، يعني اللي هو الجزء الاولاني بتاع اللي هو تحضير اللانش بوكس وان انا بحضر جدول فريدة وكده، ده كان في يوم، وده كان في يوم تاني. تمام. في بقى يوم تالت ده بقى اللي انا هعمله، كل اللي انتوا هتشوفوه بعد تنشير الغسيل ده هتلاقوني بقى عاملاه. كان يوم الخميس، يعني الفيديو من اول من بعد تنشير غسيل ده هيبقى تصوير يوم الخميس اللي فات. وانا كنت عامله بقى شويه حاجات، طبعا انتوا عارفين ان انا بدات معاكم في تنظيفات الشتاء وسلسله تنظيفات الشتاء. فطبعا انا واخده بقى كل حاجه كده ايه، واحده واحده معايا. بعمل الحاجه اللي تناسبني وتناسب ظروفي ووقتي، وتناسب مثلا يعني انا مجهودي قد ايه، الحاجه اللي اقدر اعملها قد ايه مع شغل يومي، طبعا لان احنا اكيد يوميا بنعمل شغل البيت يوميا. تمام. فطبعا يعني لازم ولا بد، لازم ولا بد ان احنا نخلص كده حاجتنا اول باول. تعالوا بقى نعمل كمان فنجان القهوه القمر ده. هنا بقى انا كنت فطرت، تمام، يعني انا كنت ايه خلاص فطرت، وقلت اشرب كده قهوه بقى ساده اللي هي المحوجه. تمام. فقلت بعمل معاكم كده بقى القهوه كده، فنجان البن القمر ده. إيه يلا بقى كله بقى ايه اللي يشوفه كده يقوم بقى يتشجع، ويقوم بقى يعمل كوبايه كده او فنجان كده معايا.
ويتفرج كده بقى الفيديو كده بمزاج ويقول لي رأيه فيه تحت في التعليقات. طبعا بقى حطيت بقى معلقتين بن وحطيت السكر المناسب، وهنا كنت ماليه الكوبايه الصغيره دي ميه، وقلت بقى كده ايه، اعمل بقى كوبايه قهوه تروق كده الدماغ وتفوقني كده على عشان اشوف كده ايه اليوم بتاعي ماشي ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا يومي بيبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا يا بنات، بعمل فيه كذا حاجة ما بين الشغل، ما بين البيت والأكل والولاد وتنظيف البيت والتنظيفات العميقة اللي أنا شغالة معاكم فيها، وحاجات كتيرة بصراحة. فلازم يعني كوباية زي دي بصراحة تفوقني كده، تخليني كده ايه، متقبلة ان انا أبقى عندي قدرة وكده وفايقة ان انا اقدر امشي يومي بقى واشوف ايه اللي ورايا كله كده من اوله لاخره. بس المهم بقى كده خلاص الفنجان القهوه خلاص القمر، بصوا القمر، بصوا بصوا حلو قوي. كان بص يعني كان ناقص له بصراحه قطعه شوكولاته يعني. هاخده بقى كده ايه واشربه وافوق بقى واشوف بقى ايه ورانا ايه بقيه اليوم، ورانا ايه هنعمله. عايزاكم بقى كده ايه لو وصلتوا لحد هنا متنسونيش بقى من اللايك والدعم للقناه، علشان ان شاء الله عائلتنا تكبر اكتر واكتر. والله بصوا يعني انا اتكلمت معاكم في المواضيع دي كتير كتير في موضوع اللايك. بس طبعا الناس الجديده اللي هي اول مره تشوفني يعني الناس اللي متابعاني وعارفاني وعارفه ايه كويس، ايه عارفه ان انا يعني ليا طموح وليا امل ان القناه تكبر وعيلتنا تكبر. فاللايك بتاعك ده هو اللي بيخليني يخلي قناتي تقترح يعني وتتشاف على قد ايه يعني اكبر قدر ممكن يعني. المهم بقى كده ايه، ده بقى زي ما قلت لكم ده روتين بقى يوم الخميس. كنا بقى خلاص رجعنا من المدرسه، واليوم بقى ده بص بقى انا كان عندي الغدا ايه، كان عندي صينيه بطاطس وكان فيها كده صدق بس ما كانش كتير خلاص. فقلت اجددها بايه، طلعت كيس لحمه مفرومه كنت هحطه في الفريزر، هطلعه. هو اصلا جاهز يعني، هو المفروض كحشوه. جبت جلاش وهعمل بقى صينيه جلاش باللحمه المفرومه دي واحط عليها جبنه رومي من جوه، وهعمل رز بالشعريه. تمام، ده بالنسبه للغدا. فالوقت بقى اللي انا رجعت فيه قلت بقى الفريده يلا نعمل بقى الهوم ورك نخلص منه و وابتدي بقى اشوف ايه بقى ورايا وايه الدنيا اللي ورايا والكلام ده كله. يعني انا وهي اصلا عبال ما بنرجع بتبقى الساعه 2:30 يعني ما بقدرش بصراحه ان انا اقوم اعمل الغدا كده على طول، يعني لازم اقعد ساعه يعني اريح ساعه بس كده من الفرهده والكلام ده كله، وابتدي بعد كده اقوم بقى اعمل الغدا. بس انا طبعا عشان عارفه ورايا ايه وايه اللي انا كنت هعمله، فقلت بقى كده ايه اقعد معاها نعمل الهوم ورك نخلصه. وهي قالت لي ماما صوريني كده وانا بعمل الهوم ورك عشان صحابي بقى ايه اللي بيتابعوني يعني صحابي كده ايه تتشجعوا كده وتخلصوا الهوم ورك كده اول باول. تمام. هنا بقى كان عندي بقى مواعين، بصوا بقى المواعين دي يعني ما اتغسلتش من اليوم اللي قبل يعني من يوم الاربعاء. تمام. لان انا عارفه ان انا هاجي تاني يوم بصوا هدخل كده على المطبخ، انا ما بعرفش اعمل الاكل ولا اعرف اعمل اي حاجه غير ومطبخي بصوا كده منور، مفيش مواعين، مفيش مثلا البوتاجاز يبقى كويس، الرخامه ما عليهاش حاجه. ببتدي بقى ان انا بعدها اقدر اعمل الاكل والغدا والكلام ده كله. لكن اشتغل وكده المنظر ده لا، صعب 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 صعب. وطبعا انتوا عارفين ان الوقت بيبقى ضيق معايا ومبقاش مالكه يعني، يا دوب لو عرفت يعني في اثناء الروتين انتوا شفتوا طبعا في يوم كده كنت غاسله. يعني انا ساعات مثلا الصبح قبل ما انزل اشغل لي الغساله وانشر، بس ده بشرط ان انا اقوم بدري. لو خطفت لي كده كام حاجه في المواعين، لو مثلا طبقت غسيل كده حاجات خفيفه، يعني انا ممكن اعمل حاجات بسيطه جدا جدا آه في يعني في روتيني الصبح يعني اللي هو قبل ما اروح الشغل. لكن من بعد ما باجي بقى طبعا الروتين الاكبر بيبقى من بعد ما اجي. فقلت بقى كده ايه اخلص بقى المواعين دي كده معاكم. وانا عارفه ان انتوا كده بصوا الرغاوي دي بتدخل القلب كده والله يا بنات، بتدخل قلبي كده من جوه من جوه. طيب تعالوا بقى ايه نعرف هنعمل ايه النهارده بقى في الفيديو. يعني ايه الحاجه اللي هنعملها بقى في الروتين يعني اللي هي تكمله يعني التنظيفات الشتويه وكده. النهارده ان شاء الله باذن الله هنلم بقى ايه، هنلم كل الكوشنات، هنلم الكفرات وهنحطها بقى في الغسالة. طبعا هو مش هغسلها معاكم في الفيديو ده، لكن انا هغسلهم يعني و... ويعني في فيديو تاني يعني هتشوفوا طبعا تكملة الفيديوهات والكلام ده كله. هنلم بقى. انا طبعا الفترة دي زي ما قلت لكم كده انا قبل ما انفض وقبل ما اعمل
انا بحب الملم كل حاجه. بحب اعمل ايه بقى؟ كل المفروشات اغسلها، كل السجاد اغسله، الستاير، المفارش، اعدل الدواليب من جوه، فوق الدولاب، الكلام ده كله فاهميني. الدواليب المطبخ ان شاء الله كده من الفيديو الجاي باذن الله هبتدي اعمل معاكم بقى تنظيفات الداخليه للمطبخ باذن الله. فعايزه اقول لكم بقى كده ايه، يعني احنا بنوضب الحاجات بتسلسل. يعني انا ما ينفعش اروح مثلا منفضه غرفه الولاد والحاجه الفرش بتاعها مش نضيف او كان عايز يتغسل، فاهمني. انا لو ليا بديل تمام ماليش، يبقى انا محتاجه ان انا اغسله. ف هفرشه ايه بقى؟ يعني هضطر ان انا يعني اشيل بقى كل حاجه وافرشها واستنى وانا اكون خلاص نفضت؟ لا، انا بحب اعمل العكس. يعني احب ان انا الملم المفارش والملم الدنيا واظبط كل حاجه حواليا عايزه تتغسل وبتاخد وقت، وابتدي بقى اول ما انفض افرش على طول، فاهمني. يعني عشان الدنيا ما تكركبش معايا واحس ان في بهدله. واثناء بقى الفتره دي طبعا انا ببقى محافظه، بكنس الارض بلمعها، بروق السراير لو هغير الملايات، بقى بنفض حاجه بلمع حاجه كده بالفوطه سريعه لو اي تراب لو اي حاجه. يعني ده حاجات شغل يومي. يعني احنا بنعمل مع التنظيفات العميقه بنعمل تنظيفات يوميه او روتين يومي لازم تعمليه. وانا بحب انقل معاكم الصورة دي. يعني انا مش حابة ان انا اعمل معاكم تنظيفات عميقة ونهمل الروتين اليومي، لان في بنات كتيرة بتتابعني، وفي طبعا ستات بيوت شاطرة طبعا اشطر مني بكتير. بس في ناس بتبقى مثلا مستنية مني نصيحة في حاجة او في فكرة معينة. فانا بقولك يعني لو انتي بتعملي تنظيفات عميقة مثلا في غرفة معينة، او بتلمي مفارش او بتغسلي سجاد او ايا كان بقى الحاجات اللي هي العميقة دي، ما تهمليش الشقة. لان بجد لو اهملتيها بجد هتتعبي جدا 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 فوق ما تتخيلي. هتحسي كده ان انتي في لود عليكي، ومهما تعملي الشقة ما بتنضفش وما بيبانش عليها نظافة وما بيبانش. انا بعمل تنظيفات عميقة ورغم كده الشقة عندي مبهدلة، وده نتيجة ان انتي ما بتعمليش روتين يومي مع روتين التنظيفات العميقة. بصوا التنظيفات العميقة انا عارفة انها بتاخد مجهود وبتاخد وقت وبجد وصحتنا بصي بتهلك بتهلك بتهلك. بس احنا بنحدد لنفسنا حاجة في التنظيفات العميقة تتعمل. النهاردة مثلا هعمل ايه في التنظيفات العميقة؟ مثلا هعمل تحت السراير وفوق الدولاب، خلاص. ده كده تنظيف عميقة هتاخد مني وقت ومجهود. بس مع التنظيفات العميقة بقى في ايه؟ شغل يومي، مواعين، غدا، هنعمل فطور، هنغسل غسيل ننشره. طبعا مش لازم كل ده بيتعمل كله. يعني ممكن النهارده اغسل بكره ما اغسلش، فاهميني قصدي. بس انا بتكلم على اساسيات لابد نعملها. روقنا غرفه كده، عدلنا السرير، لو هنغير الملايه عشان بقالنا مثلا 3 4 ايام ما غيرناهاش، آه نكنس الارض، تمام. التويليت طبعا ده يومي، حوض قاعده ارض، حوض قاعده ارض. حتى لو انت مش هتعملي البانيو، ممكن البانيو تعمليه مره في الاسبوع. يعني او اللي هو التربوهات والحاجات اللي هي بتبقى جوه دي بتبقى تعرفين ده مكان. يعني لازم التويليت يفضل نظيف. طبعا البوتاجاز طبعا عشان انا كمان جايبه لكم بوتاجاز اهو، لازم تنضفيه تنظيفه حلو عشان ما يتراكمش عليه دهون، يتراكم عليه حاجات. تلاقي نفسك وانت بتعملي التنظيفات العميقه هتتعبي جدا جدا جدا. فخطفي كده تنظيفات يوميه او روتين يومي بتعمليه في بيتك مع التنظيفات العميقة، تمام. النهاردة مثلا هنلم كل الكوشنات، هنلمها كلها نغسلها وننشرها. اه اي نعم دي مش تنظيف عميقة، ولكن انا ممكن اغسل معايا مثلا الكنبة، الفريم بتاع الكنبة، اغسل الانتريه، اعمل فوق الدولاب مثلا انضفه واخلصه واخلص منه، اعمل تحت السراير ان شاء الله لو ده يوم وده يوم، فاهمين. يعني هو الفكره بس في ايه؟ في ان انتي ما تنسيش الروتين اليومي، لان الروتين اليومي ده هو اللي هيظبط لك الروتين الاسبوعي، هو اللي هيظبط لك الروتين الشهري، هو اللي هيظبط لك الروتين السنوي، وكذلك التنظيفات العميقه. لان ايدك اول باول في الحاجه بتفضل عندك نظيفه جدا جدا، وما بتتعبيش منها، ولا بتاخد معاكي وقت ولا بتاخد معاكي مجهود، وبتحسي كده بانجاز وبركه كده ان الحاجه خلصت معاكي بسرعه. فما تنسيش طبعا تعملي الكلام ده. عايزه اقول لكم بقى كده ايه حاجه، يعني الموبايل بتاعي اللي انا بحط عليه الخط بتاعي وبعمل فيه منه المكالمات، للاسف جاب شاشه. هو كان واقع اصلا على الشاشه بتاعته، وكان يعني عايز تتصلح بقالها فتره. المهم ان انا آه صحيت. يعني انا بسجل لكم اليوم في اليوم اللي حصل فيه الكلام ده، لقيت الشاشه الموبايل جاب شاشه اسودت وباظ خالص خالص. فاضطريت طبعا ان انا انقل الشريحه بتاعتي على الموبايل ده. فهتلاقوني بقى كل شويه اشعارات تجيلي من الواتساب وحاجات بقى كتيره ومكالمات.
فمش عارفه بصراحه، انا كنت طبعا مش حاطاها في الموبايل ده علشان خاطر يعني اصور براحتي، مفيش حد بقى فاهمين مساحه الموبايل الكلام ده كله. فربنا يسهل ان شاء الله كده ايه، اشوف هحاول اصلحه بقى ولا ايه، ولا عرفت اجيب موبايل تاني. لان طبعا انا الموبايل ده اللي بصور بيه بس، فهيبقى صعب ان انا اهلكه مكالمات وواتساب وماسنجر، وطبعا رد على الرسائل على القناه وشغل القناه واليوتيوب والحاجات دي كلها، فهيبقى كتير قوي عليه يعني. فطبعا ربنا يسهل ان شاء الله. المهم بقى كده ايه، زي ما انتم شفتوا عملت معاكم بقى البوتاجاز وخليناه زي الفل. حطيت بقى اللي هو ايه، سيف ده، مش عارفه اسمه سيف ولا جيف، مش عارفه. هو اسمه سيف، مكتوب CEF. حطيت بقى منه كده بيبقى سائل كده شويه، عايزه اقول لكم بيخلي البوتاجاز لمعته فله، بينضفه تنظيفه حلوه قوي. ده على فكره بتحطيه برضو في لما تنضفي التويلت برضو، الحوض وكده، او القعده مثلا من بره، ده بيبقى حلو برضو ليه. تنضفي بقى بيه الستانلس طبعا حلو جدا يعني، لو الحوض عندك عايزه تنضفيه بيه برضو بيبقى حلو جدا. المهم بقى كده ايه، مسحت كده في ساعتها، غسلت كده ومسحت كده كل حاجه في البوتاجاز، خليته بصوا زي الفل. وكمان هلمعه بمكسيل. عايزه اقول لكم بيخلي البوتاجاز بصوا بيلمع لمعان رهيب، وكمان ليه ريحه حلوه قوي يعني، كمان ريحته حلوه جدا مميزه. فبيخلي كده البوتاجاز بصي يفتح نفسك ان انتي تقومي تشتغلي كده وتعملي اكلك فيه. فانا عايزه اقول لكم انا يعني بعد ما خلصت تنظيف البوتاجاز وروقت وكده، حامل الاكل بقى والبوتاجاز عندي نظيف كده زي الفل. مرضتش ان انا اعمل الاكل وهو شكله كده، قلت هيبقى متبهدل اكتر. فقلت اخلص عايزه كده كده همسحه تاني بعد ما اخلص غدا يعني الغدا واظبط بقى الدنيا على طول. عايزه بقى اتكلم معاكم يا بنات النهارده في موضوع عن فقدان الشغف. تمام، احنا بنفقد الشغف كده في حاجات كتيره جدا في حياتنا، يعني ممكن مره واحده تلاقي نفسك كده انتي مش حابه تعملي اي حاجه خالص خالص خالص، لا في بيت ولا في شغل ولا يعني لو مسؤوله مثلا من اطفال ومعاكي بيتك وكده، تحسي ان انتي مش عايزه تعملي اي حاجه خالص، تحسي ان انتي مخنوقه وتحسي ان ده لود عليكي، مع ان ممكن تكون مثلا في حاجات انتي متعوده تعمليها على طول. فمتعوده خلاص يعني الموضوع بالنسبه لك سهل، او ممكن مثلا حاجه تكون سهله، حاجه بسيطه الكلام ده كله، رغم كده بتحسي ان الموضوع تقيل جدا عليكي، وتحسي كده ان انتي مش قادره تكملي، مش قادرة تكملي وتخلصي كل اللي وراكي وتنجزي. ده طبعا ده بيبقى نتيجة بقى ان انتي ايه، حاسة ان انتي عاملة زي ماشية كده، او سوري يعني مربوطة في ساقية. تمام. آه ليه بقى؟ لان احنا بنعمل كل ده على طول، يعني احنا بنعمل كل ده كل يوم، كل يوم هنعمل كذا 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 كذا. إيه اللي بتشتغل، هقوم الشغل، اروح الشغل، اجي من الشغل، اعمل الاكل، مش عارفه ايه، لو ولادي في التعليم بذاكر لهم، بعمل لهم، بوديهم الدرس، عندي غسيل، عندي مواعين، عندي ترويق، عندي خلاص، هوب على اخر اليوم بنام، بعمل وهكذا كل يوم بعمل ده. كل يوم بحس ان انا خلاص بقى، يعني انا فقدت الشغف، مش قادره اعمل، مش قادره اكمل، مش قادره اواصل. كل اللي انا بعمله يوميا عملت زي ما عملتش، فاهمين؟ يعني ساعات تيجي تقولي ايه، ما هو انا عملت زي ما عملتش، خلاص بقى انا تعبت، انا مش قادره، انا. بصوا بقى عايزه اقول لكم حاجه، لما تحسوا الاحساس ده، اولا استعيذوا كده بالله من الشيطان الرجيم، و... واستهدوا كده مع نفسكم كده، استهدوا بالله، استغفروا كتير، وحاولوا ان انتوا تفصلوا عن الحاجه اللي عامله لكم ضغط نفسي. بمعنى لو انا شغل البيت ضغطني وتعبني وخانقني، يعني انا مثلا ايه، كل يوم بروق، كل يوم بطبق غسيل، كل يوم بغسل، كل يوم بعمل، كل يوم بعمل اكل، افصلي، افصلي، ما تعمليش اي حاجه. الاكل ممكن تجيبي اكل اليوم ده من بره، حاولي ان انت لو مثلا عندك اكل بيت هو ده اللي هناكله، جيبي اي حاجه سهله واعمليها. بصوا افصلوا عن اي حاجه مسببه لكم اي ضغط. لما بتفصلوا بتحسوا ان انتوا كده ايه، يعني قعدتوا كده مع نفسكم، اعطيتوا نفسكم حقها. لان خلي بالكم إيه، لما بتوصلوا للحاله دي، ده نتيجه ان انتوا مش بتدوا نفسكم حقها. تحسوا كده ان انتوا على طول بتعملوا الكلام ده، على طول بتهتموا بالاخرين، وبتهتموا بالبيت، وبتهتموا بالعيال، وبتهتموا بشغل البيت والكلام ده كله، وهاملين نفسكم. فانتوا لما تبصوا لنفسكم شويه، يوم بس او حتى يوم،
بصيتي لنفسك شويه، اهتمتي لنفسك، عملتي مثلا سكين كير، عملتي مثلا حمام كريم لشعرك، عملتي ماسكات، عملتي، رحتي الكوافير، رحتي جبتي مش عارفه ايه، لبستي ايه، خدتي شاور كده وحطيتي بقى ديودرنت، وحطيتي بقى واستخدمتي حاجه انت بتحبيها، عملتي حاجه انت حطيتي مانيكير، حطيتي ضوافر، اهتمتي بنفسك شويه، عملتي مشروب تحبيه، قعدتي عملتي استجمام، يعني اللي هو انا قعدت كده مع نفسي عملت استجمام. صدقوني لما بتفصلوا عن اي حاجه مضايقاكوا وتبعدوا عنها، خلي بالكوا الواحد لما بيكون حاجه مضايقاه خلاص بيبعد عنها، مش يعني مش بيقرب لها تاني، لكن في حاجات بتبقى لازم تعمليها. يعني ما ينفعش تقولي انا متضايقه بس ما ينفعش اتخلى عن الحاجه دي، او ما ينفعش اعملها اخلي حد تاني يعملها، مفيش حد هيعملها لك، انت اللي بتعمليها بس. في الوقت ده بقى لازم تفصلي وترجعي تاني. لما تعملي كده هتحسي بقى بايه، هقولك، هتحسي ان انتي استرجعتي نشاطك تاني، هتحسي ان انتي اخدتي نفسك تاني وبدأتي ان انتي ترجعي تاني من اول وجديد، تواصلي وتكملي وبصوا تقولوا بقى كده ايه، انا خلاص يعني انا بالنسبة لي لما فصلت اليوم ده وشفت نفسي شوية، اهتميت بنفسي شوية، عطيت نفسي حقها، حسيت بقى وقت ساعتها ان انا قادرة ان انا اكمل، قادرة ان انا اعمل. طب الولاد، هنفصل ازاي عن الولاد؟ الولاد ممكن يقعدوا شوية مع باباهم، تقعدوا شوية مع جدتهم، تشغليهم بحاجة يبعدوا عنك شوية فيها. ممكن مثلا في الوقت اللي هم نايمين فيه، في الوقت اللي هم مثلا في المدرسة، في الوقت اللي هم مثلا في دروسهم، في الوقت اللي هم مثلا لو بيذاكروا مع نفسهم، في الوقت اللي هم لو صغيرين شوية في وقت مدرسة، تلهيهم بألعاب يلعبوا فيها يعملوا، فاهمين؟ حاولوا ان انتوا يعني انزلوا مثلا، خدوا ساعة ساعتين بره وتعالوا، سيبوهم مع حد طبعا يعني يكون امين معاهم يعني. افصلوا شوية، حاولوا ان انتوا تفصلوا وترجعوا تاني. لما تعملوا كده هتحسوا كده ان انتوا قدرتوا ان انتوا تكملوا وتواصلوا. فلما تحسي بفقدان الشغف ده نتيجة الضغوطات اللي عليكي والمسؤوليات اللي عليكي، افصلي وارجعي تاني. عارفين لما بيكون في جهاز كده مهنج، بيقول عليه مهنج، يعني اللي هو ايه، مش عايز وقف خلاص، مش عايز يكمل، مش عايز يشتغل، سخن، ايه اللي بيحصل؟ يقولك رستاري الجهاز، يعني اقفليه وارجعي شغليه تاني، هتلاقي الجهاز زي الفل. موبايلي بيحصل فيه كده عادي يعني، تلاقي موبايلي مثلا سخن ولا البرامج مش عايز تشتغل، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اقوم فاصله الموبايل وراجعه شغاله تاني. لما بعمل كده الموبايل بيرجع ايه، ولا كأني كان في حاجه. اعملوا كده، تعملوا كده لنفسكم، وادوا نفسكم حقها، شوفوا نفسكم شويه. لما تحسوا ان انتوا فاقدين الشغف اعملوا ريستارت كده لحياتكم، ولو ليوم واحد، وارجعوا تاني هتلاقوا ان انتوا قادرين تكملوا، قادرين تخلصوا كل اللي وراكوا، قادرين ان انتوا تنجزوا. لان انتوا ربنا يعني خلقنا احنا كستات، اتجوزنا وخلفنا وبقينا امهات وان شاء الله كده فيما بعد هنبقى جدود. ربنا خلقنا وعمل يعني خلينا كده، ده لان احنا قادرين كده، يعني ربنا يعني عارف ان احنا عندنا القدرات ان احنا نعمل كده. لو ما عندناش كده ما كانش ربنا حط معانا او حط ان احنا نبقى قد المسؤولية في حاجة. فاعملوا ريستارت لحياتكم، افصلوا يوم وارجعوا، هتلاقوا الدنيا فرقت معاكم. يا رب يكون كلامي كان كلام ايجابي، والناس اللي هي حاسه انها حاسه بالاحساس ده يا ريت يعني تعملوا وتقولي رأيها تحت في التعليقات. ويا رب كده كلنا يا رب نكون بخير ومحققين كل نفسنا فيه وحاسين كده براحة بال يا رب. طب ايه انت بتعملي ايه؟ طبعا انتوا شفتوني غسلت مواعيني، بوتاجازي، رخامتي، سيقت الارض، لميت الغسيل ده انا طبقته تمام. بدأت بقى ان انا ادخل اعمل صينيه الجلاش القمر دي. بصوا انا كنت جايبه لفه جلاش نص كيلو، كان عندي زي ما قلت لكم كده لحمه مفرومه متعصقه، كنت عامله من كام يوم كده صينيه مكرونه بشاميل، وكان ده في حشوه فاضت، فقلت اجدد الاكل بكده، يعني اللي هو ازاي بقى ان انا اعمل الحشوه دي. هي طبعا كان فيها فلفل كمان اخضر، فقلت بقى اجدد الحشوه دي. جبت بقى اللفه طبعا قسمتها نصين، بدات ان انا سيحت حته سمنه، وبدات طبعا زي ما انتم عارفين يعني الطريقه المعتاده ان انا بعمل طبقات كده، كل ما بين طبقه وطبقه احط يعني سمنه. حطيت الحشوه في النص وقطعت جبنه رومي عليها، اللي هي جبنه تركي، احنا في اسكندريه بنقول عليها جبنه تركي. بعد كده
بدأت بقى طبعا ان انا انزل عليها باقي الطبقات برضو بالتدريج، واخر طبقة كده ايه عملتها، عارفين اللي هو ايه، كأنك بتفرشي ملاية، عارفين اللي هو بتدخلي كده الملاية من جوه عشان طبعا تبقى الشكل حلو وماسكة نفسها. تمام. بعد كده بقى نزلت جبت قطعتها ومكعبات كده قطع، وحطيت بقى كوباية لبن وبيض عليها بيضاية وفلفل اسمر، ودخلتها بقى الفرن تستوي. يعني شغلت الفرن الاول، بعد كده اخر حاجة اخر يعني 10 دقايق كده شغلت بقى الشواية. عملت كمان رز بالشعرية برضو الطريقة المعتادة، سمنة على زيت، وبعد كده حمرت الشعرية، نزلت بقى بالرز، وبعد كده نزلت بالملح والمية بتاعتي، وسبته بقى كده ايه على نار كده هادية يستوي. طبعا انا هنا ماما كانت قايله لي بصي يعني عشان تخلي الرز كده مفرفر وحلو ما تكتريش الميه، يا دوب بس ايه يعني يعدي كده، يعدي شويه مش ميه كتير. المهم بقى كده ايه، كنت مسخنه كمان البطاطس برضو. عايزه اقول لكم يعني ده كان اخر طبق بطاطس عندي. بصوا والله انا الحمد لله، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا ما برميش اكل. يعني انا حقيقي ما برميش اكل، بعمل له كده تجديد، يعني اللي هو ممكن صينية البطاطس دي نكون احنا مش قادرين يعني خلاص مثلا في الولاد ممكن ما يبقوش حابينها. يعني انا عندي الولاد قعدوا ياكلوا جلاش، ما اكلوش بطاطس، اكلوا جلاش واكلوا رز تمام، لكن ما اكلوش البطاطس، هم اكلوها مثلا فمش حابين يعني. فانا بصراحة عملت كده، يعني لما عملت كده الولاد عندي اكلوا يعني. فانت جددي بقى، يعني ايه طبق مخلل بقى، طبق سلطة، تجيبي حاجة فاهميني، اعملي مثلا كام قطعة بانيه معاها. فجددي في الاكل كده وما ترميش حاجة، لان دي نعمة من ربنا، احنا طبعا يعني لازم نحمد ربنا عليها كتير. تعالوا بقى نعمل حاجة من الحاجات اللي هي التجهيزات بقى والاستعدادات بتاعت التنظيفات الشتوية والحاجات اللي احنا السلسلة اللي احنا ماشيين فيها. انا بس كل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ان انا الكنبة هنا بقى قلت يعني اشيل بقى منها الكفرات دي واللي هي التلبيسة بتاعت الكنبة والكده، والشيلت اشيل برضو منها الكفرات، واشيل بقى الكوشنات يعني اقلعها كده بقى عشان خاطر ان انا هغسلها. تمام. طبعا دي كلها تجهيزات. زي ما قلت لكم احنا بنعمل المفروشات، بنبدأ يعني في التنظيفات بنبدأ بالمفروشات والحاجات الداخلية. الحاجات الداخلية زي الدواليب وتحت السراير فوق الدولاب. تمام. السراحة الحاجات دي كلها. والكنبه بقى زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا انا شلت منها كل حاجه، وفي نفس الوقت بقى جبت المكنسه. طبعا هي الكنبه عندي دي كنبه بيقولوا عليها كنبه استوديو، اللي هي زي بتتفتح كده بتبقى سرير فاهمين. فطبعا كانت لما بقى تراب ما اقولكمش من جوه كده بقى، جوه البافته البيضه دي. فقعدت بقى قلت لا هجيب بقى المكنسه كده، واقعد بقى ابتدي ايه اشفط بقى كده في كل الاتربه دي. يبقى انا كده انجزت حاجه برضو يعني انا بس انا فاضل لي بقى ان انا اغسل بقى الفريم بقى بتاع الكنبه. هعمله بقى معاكم ان شاء الله. بصوا الفيديو الجاي باذن الله، باذن الله هيبقى فيه شغل جامد جدا جدا. انا طبعا الفيديو بتاع النهارده ده كان كله يعني زي روتين يومي كده وحاجات بعملها في يومي وشاركتها معاكم. بس طبعا انا بحب احط معاكم تكمله التنظيفات بقى والحاجات بصوا الترتيبات، يعني انا ماشيه بترتيب معين، فانا بحب انقل معاكم الترتيبات اللي بعملها فاهميني، مع روتين يومي. وزي ما قلت لكم قبل يعني في اول الفيديو، ان انتوا لما تمشوا مع روتين يومي مع تنظيفات بتحسوا كده ان الشقه عندكم نظيفه اكبر فتره ممكنه، وتحسوا ان انتوا فعلا بتنفضوا في نفس الوقت، مش بتكركبوا ولا بتبهدلوا الدنيا. فاتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بيه واخدتوا منه بقى طاقه وباور ونشاط. يا رب كده كل ايامكم تكون حلوه، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا، مستنيه رايكم في الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وشجعوني بقى باللايكات الكومنتات الكتيره. عايزين بقى نوصل يا بنات لل 6000 مشترك، هانت ان شاء الله كده بيكم ومعاكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.